هي ال 100 جنيه دي ممكن تفطرنا ايه في فيصل، فكل واحد فينا معاه ال 100 جنيه واحنا دلوقتي في شارع فيصل. والمشكله ان الساعه دلوقتي 6 ودقيقتين، يعني اصلا ما فضلش اصلا اي حاجه على المغرب. يلا بينا نتعامل بسرعه بقى ناكل ونشرب ونحل كل حاجه. اكتبوا لنا تحت في الكومنت مين فينا اللي كسب او مين فينا اللي جاب حاجه وقيمه مقابل سعر. يلا بينا يلا بينا. المشكله ان شارع فيصل اصلا هو طويل جدا جدا ومفيش وقت حرفيا خالص، فهنحاول بقى اللي قدامنا هو ده اللي انا هجيبه. فتقريبا يعتبر يعني انا سمعت ان المفروض كرم الشام عامل حاجات اسمها عرض الصيام والحاجات دي يعني تتراوح من 60 ل 80، فحاول اجيب اي حاجه كده من كرم كده الشام واشوف هتبقى عامله ازاي واليوم هيمشي ازاي اصلا. طيب وانا بصراحه لسه هلف في فيصل، فلقيت ورايا محل اسمه 50 وكده بيعمل نجريسكو وبيعمل بيتزا، فانا بصراحه بقى لي فتره عايز اغير بصراحه فكره ان انا اكل نجريسكو بدل الفرايد تشيكن والحاجات دي كلها. فهنخش كده على 50 ونشوف المنيو عنده بيقول ايه والاسعار بتاعته هل هي فعلا كام مقابل سعر ولا لا. فيلا بينا. المفروض انا جبت كده اللي هو عرض رمضان بيجمعنا، ده بيبقى سعره 80 جنيه. المشكله انا جاي صرفت 80 جنيه اصلا من 100 جنيه وما بقيش معايا غير 20 جنيه لحلي لا اشرب بيها. طيب كده اهو جبنا لنا المكرونه عامله 75 جنيه دي ميكس جبن، شايف ان هي هتكون كويسه جدا وسعرها شايف ان هو كويس. الساعه دلوقتي 6 و10 دقايق، ولو جيت بصيت هنا كده هتلاقي كده ان المغرب بيبدا 26 دقيقه، والحمد لله جبنا الاوردر بتاعنا من كرم الشام. اتبقى كده معانا 20 جنيه بس لسه بقى مش عارف هنشرب ولا نحلي بيها، مش عارف بقى. طيب يا جدعان اهل فيصل اهل كرم، فخدنا واحد تمر كده فاحنا كده مش شايلين هم خلاص نشرب ايه كده خلاص، يعني الشرب بالنسبه لنا خلاص واحد تمر اهو. بعد كده بقى معانا 25 جنيه، فهنشوف بقى 25 جنيه ممكن يعملوا ايه في شارع فيصل. هي جت من عند ربنا اصلا ان لقيت ناس بتوزع عصير في الشارع، فانا كده يعتبر مش هجيب حاجه، المفروض الناس هي كده بتوزع كده هناك عصير، فهي جت من عند ربنا الحمد لله. هات ياسمين حبيب قلب حبيب. يا جدعان جبنا المفروض 3 بلحات كده يا جدعان، والله العظيم مصر فيها خير يا جدعان. اهل فيصل اهل خير، اهل فيصل اهل خير والله. الاعلان اذن يا جدعان، بيب يفطر اهو ولسه ما خدناش الطلب بتاعه. انت طالب ايه؟ ايه؟ نجريسكو؟ ماشي لسه ما خدوش ولسه بقى ايه هناكل بقى الاول ونفطر وبعد كده نشوف. صراحه العيب مننا احنا متاخرين اصلا بصراحه اهو، اصل نجيب كده الاكل كده وبعد كده نشوف بقى نحل بايه. طيب يا جماعه الراجل طلع عرفنا بصراحه وتوصى بينا، عمل معانا الواجب على الاخر جدا. دي وجبتي اللي هي النجريسكو قدامي بطاطس والكولسلو طبعا كاتشب كتير جدا، ودي كده الوجبه بتاع كريم اللي هي من كرم الشام. اي حد جاي من طرفي يقول له ان هو جاي طبعا محمود سويلم هيعمل معاه كده، هو هيجيب له بطاطس وهيجيب له كل الحاجات دي. يا جماعه احنا دلوقتي جاي فطرنا وفكرنا دلوقتي بفكره حلوه جدا جدا ان احنا هو انت معاك كام؟ 25 جنيه وانا معايا 20 جنيه. فهندعم كده الناس اللي هي على قدها شويه، يعني في طبعا بلبن وفي كنافه والحاجات دي مشاهير جدا جدا. بس احنا عايزين حاجات برضو تكون علامه من علامات فيصل، وفي نفس الوقت برضو حتى لو دعم بسيط للناس دي. فكل واحد فينا هيشوف بقى المفروض هيجيب حاجه حلوه منين او هيحل منين، ولكن مش من محلات غاليه، هتبقى من محلات اللي هي كده بس اللي هو كدعم يعني. بالظبط. لو عجبتكم الفكره ممكن نكمل فيها على طول. كنت ماشي كده في فيصل كده المفروض اول 20 لقيت محل اسمه جيلاتي يارا، انا بصراحه ما اعرفوش بس يعني حاسس سمعت الاسم ده قبل كده، فلقيت حاجه عنده اسمها رز بلبن كبير، ده عامل 16 جنيه. العلبه بتاعت الرز بلبن بتاعته الكبيره دي عامله زي علبه الكشري كده كبيره قوي، بس احنا كده تقريبا احنا كان معانا 20 جنيه جبنا رز بلبن كبير من جيلاتي يارا ب 16 جنيه، اتبقى معانا 4 جنيه. طيب هو ده كده المنيو عنده، وعنده الحاجات يعني الاسعار بتاعتها شايف ان هي كويسه جدا. ده في اول شارع 20 في فيصل، فهنجيب بقى اللي هو ايس كريم رول ده. طيب هو ده كده بيكون شكل الايس كريم بصراحه رايق جدا، بصراحه المحل حاجته نظيفه يعني والله، مش عشان فكره حاجه بجد بس لا الحاجه بتاعته نظيفه وطعمها جامد جدا. كده احنا يعتبر كان معانا 25 جنيه فخلصناها كده، يعتبر احنا ال 100 جنيه دون خلاص. كده المفروض اهو بقى كده معايا 4 جنيه، هنجيب بقى اي حاجه ب 4 جنيه، والمفروض انا عايز اجيب اصلا توريتوس، وهو سبحان الله التوريتوس اصلا الواحد ب 4 جنيه، فهنجيب لنا واحد. يبقى احنا كده خلصنا ال 4 جنيه بتوعنا. فبس كده يبقى احنا قلنا لك تعمل ايه ب 100 جنيه في فيصل. كلكم بقى اكتبوا بقى تحت كده في الكومنتات مين فينا اللي كسب قيمه مقابل سعر، جاب اكل وحله وشرب وكل حاجه. اهم حاجه يا جدعان اعملوا فول يا جدعان عشان عايزين نوصل لاكبر رقم. احنا لازم نضحي كل يوم بالفطار، ما ينفعش مع عشان ننزل نصور فيديو، فدعم بسم الله كده كام فول. اسمع انت اسيبوا لك كده في الكومنتات عشان فولو كده، وبس كده كده الفيديو عجبكم الفيديو لايك فول بيتش. سلام.